تردد قنوات بين سبورت المفتوحة الآن على القمر الصناعي النايل سات. ده هيبقى موضوع حلقتنا النهاردة. أهلا بحبايبي وأصحابي وأصحاب القناة، قنوات آدم سات على اليوتيوب. أهلا بحضرتك، أهلا بمتابعين قناة آدم سات في جميع أنحاء الوطن العربي، في الإمارات، في السعودية، في الكويت، وخاصة في جمهورية مصر العربية. النهاردة هقدم لك حضرتك تردد قنوات بي إن سبورت الأولى اللي بتنقل كأس العرب فيفا 2021 المقامة في دولة قطر الآن على النايل سات. أنا محمود أبو النجا من قناة آدم سات على اليوتيوب. لو أنت أول مرة تشوفني أو تسمعني ياريت تشترك معايا في القناة ليصل لك منا كل جديد، وما تدخلش وتطلع كده، اعمل لي لايك حتى او اشترك في القناة. تعال اقول لك ازاي تنزل التردد الاول واعرفك ايه هو التردد الموجود معانا على القمر الصناعي النايل سات. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اول حاجة هنضغط زرار الميني الموجود معانا بالريموت عشان ننزل التردد، والزرار الميني الموجود زي ما هو ظاهر على الشاشة الان، الزرار الموجود اللي هو ده. تمام، هتتنقل معانا إلى قائمة ترددات. القائمة الأولى باسم التركيب، تعديل القنوات، ضبط النظام، تحكم الكورس. هنضغط على رقم 1 اللي هي التركيب أو التنصيب أو انستنيشن باللغة الأجنبية، ونطلع فوق ونضغط أوكي على كلمة التركيب. واحدة واحدة كده هعرفك بأسهل طريقة تنزل التردد. طيب احنا معانا هنا التركيب، هنضغط عليه اوكي. هتظهر معانا قائمة تانية باسم اعدادات الهوائي او تنصيب الهوائي. هنضغط على كلمة اعدادات الهوائي اوكي. طيب احنا هنا دخلنا على قائمة الاقمار الصناعية الموجودة معانا على النايل سات او على الريسيفر، ما في منها النايل سات، اموس، بلغاري، ودي جميع الاقمار الصناعية الموجودة معانا على الريسيفر. طيب احنا عايزين ننزل التردد، هنعلم علامة صح هنا عشان نختار القمر الصناعي ونتأكد ان احنا واقفين على القمر الصناعي النايل سات. الطريقة دي على فكرة ممكن تنزل منها او تنزل اي تردد على اي قمر صناعي تاني، يعني الطريقة ديت يعني كافة لجميع الاقمار الموجودة معانا. هنختار علامة صح ونختار القمر الصناعي الموجود معانا ونضغط بالصليب يمين عشان نتنقل إلى القائمة الظاهرة أمامنا الآن ديت. هتلاقي كلمة التردد أول واحدة، وتعال أقول لك الخانات الموجودة معانا ديت إيه لازمتها أو إيه ضبطها عشان تقدر تستقبل الإشارة بصورة جيدة وما تقطعش منك الإشارة. اول حاجة كلمة التردد ال NNB هنخليها عالمي او يونيفرسال حسب نوع الجهاز الموجود عندك، هنخليها علامة او يونيفرسال. طيب نوع الديسك هنخليه نوع الديسك ده اللي هو الدايزك. ممكن نقفل الدايزك لو انت ما عندكش دايزك، هنخليه اوتوماتيك او لا، نخليه لا وخلاص عشان نقفل الدايزك اللي جاي من فوق. طيب الخانة التانية بحث الشبكة، ونخليها ايقاف مش تشغيل عشان لما نعمل تشغيل هنبحث على القمر الصناعي كله الموجود معانا، ونخليها ايقاف. طيب نخلي تحت الزرار التاني او الخانة التانية اللي هي ال LNB عندك، ممكن تلاقيها فتح او غلق او تخليها 13 في على 18 في على نفس الصيغة ديت. ال LNB تغذية ال LNB تخليها فتح او 13 في او 13 فولت او 18 في او 18 فولت. طيب كده احنا خلصنا من الاعدادات ديت. هنطلع فوق على كلمة التردد ونضغط عليها اوكي عشان ندخل
اللوحة الموجودة معانا التانية ديت. طيب ديت الخانة الموجودة معانا أو اللوحة الموجودة معانا ديت هي المتحكمة في جميع الترددات والقنوات الموجودة معانا على النايل سات. عندك 4 ألوان همت: اللون الأحمر واللون الأخضر واللون الأزرق وتعديل الصوت اللي هو اللون الأصفر. طب هما فين في الريموت؟ أهم حضرتك في الريموت زي ما ظاهرين عندك في الشاشة. اللون الأحمر حذف، واللون الأخضر إضافة، واللون الأزرق بحث التردد، وتعديل الصوت اللي هو اللون الأصفر. طب أنا عندي اللون هنا باللون الأخضر إضافة، معرفش انت عند حضرتك ايه. ممكن عند حضرتك تلاقي اللون الأزرق إضافة أو اللون الأحمر إضافة. زي ما هو ظاهر عند حضرتك هتلاقي 4 ألوان تحت هنا موجودين زي ما هما موجودين عندك. هنضيف يعني أنا عندي اللون الأخضر إضافة، هضغط اللون الأخضر للإضافة، هتتنقل معايا إلى قائمة التردد. لكده يبقى احنا شغالين صح أو بندخل التردد بصيغة سليمة وجيدة. عندك كلمة التردد وفرحها 5 أصفار. هنكتب التردد الموجود معانا بتاع بي إن سبورت المفتوحة رقم 1 المقام عليها كأس العرب فيفا 2021. هنكتب التردد اللي هو 110 13. طيب هتلاقي هنا القطبية جايبة إشارة، على رأسي جايب إشارة. لا احنا هنخليها أفقي أو حرف الاتش، أفقي أو حرف الاتش حسب نوع الجهاز الموجود عندك هنخليه. طيب معانا هنا حضرتك معدل الترميز ثابت معانا 27500. وقبل ما تضغط للبحث تأكد الأول إن عندك إشارة بنفس الجودة أو أقل شوية حسب نوع الإشارة الموجودة عندك، بس لازم تكون الإشارة عالية عشان تقدر تستقبل التردد. الإشارة عندي 91%. ونضغط للبحث ونضغط اوكي. هيظهر لنا تنبيه حضرتك، تنبيه بحث الشبكة. لو عايز تبحث بحث الشبكة او بحث القمر الكامل هنخلي اللا دي ندوس يمين نخليها نعم. لا سي انا عندي هنا هنخليها انا عايز ابحث بس على التردد لوحده، هخليها لا وندوس اوكي. كده التردد معانا بينزل. هنا قنوات التلفزيون وهنا الناحية التانية قنوات الراديو عند حضرتك. ونطلع خروج وادي القناة عندك باسم بي إن سبورت 1 أهيت، والقناة نقلة مباراة مصر والجزائر على النايل سات أهيت. وادي الشعار بتاع بي إن سبورت اهوت عشان برضو حقوق الطبع والنشر. وادي التردد مرة تانية اللي هو 110 13 اتش 27500 على القمر الصناعي النايل سات. وادي اهيت الجزائر ومصر بيلعبوا حالا ان شاء الله، ونتمنى الفوز للمنتخب. وشكرا على المتابعة. لو انت اول مرة تشوفنا وتسمعنا يا ريت تشترك معايا في القناة ليصل لك منا كل جديد. وشكرا مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.